كده احنا كنت حطيت كلمتين في الشات، قلت ربنا سبحانه وتعالى يبعد عننا في هذه الغرفة كل أصحاب الإثم وأصحاب الصدور والعياذ بالله الخبيثة. فنتمنى من المولى عز وجل أيضا أنه يلهمنا في هذه الغرفة الصلاح والسداد، ويبعد عننا برضو الشياطين ويجنبنا وجودهم بينا بأمر الله، وحتى إن كانوا بينا ربنا سبحانه وتعالى يكفينا فتنتهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة طيب أنا حابب لأن معانا طبعا أخونا حبيبنا أخونا زاهر، أنا أرجو منه أنه يلقي الضوء على هذا الموضوع. وهل تعتقد يا دكتور لديك كل الحق. شوفوا يا جماعة، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. الأمور كلها بتترتب وبتيجي تباع، أو نتائجها اللي احنا بنشوفها يبقى ليها ماضي، يبقى ليها أساس، ليها قاعدة، ما بتجيش وليدة اليوم ولا وليدة اللحظة. عايزين نقول إن كل الناس الشرفاء من أهلنا في فلسطين اللي اشتغلوا على هذه القضية أو اللي تصدروا المشهد عانوا أيما معاناة من الخداع ومن الضرب من أقرب المحيط، لأن كان بيبقى فيه مخططات معقدة جدا للنيل منهم. لما نيجي نقيم واحد منهم وناخد أي اسم وبلاش نسمي، عشان في ناس عندها في عقولها يعني مبلورة شخصيات معينة، بلاش نهزها ولا نأثر على نفسية اللي احنا بنتكلم عليه، لأن ده مش من حقنا. يعني أنا مش من حقي إن أنت بعد لما تكون بلورت حياتك على إنك متخذ مثل أجي أهدلك ده على منصة لا أنت تعرفني ولا أعرفك فيها، احنا مجرد أسماء وهمية. فما بديش لنفسي أبدا الحق إن أنا أدخل في عمق معلوميتك وأهدك من جوه، لأن أنا في الأساس ما أعرفش أنت مين. ممكن أكون بخدم بكلامي ده قضية، بس القضية دي وأنا بخدمها بهد كيان. أقول كلامي بمعنى تاني، إذا خدت حد من الناس رمز للشرف والقوة والكرامة، أنا أفضل إنك تبقى فاهم هذا الرمز على هذا المستوى، طالما أنت هدفك من ورا معرفته وبلورته هو الشرف والكرامة، يعني أنت إنسان شريف. طب مغالطتك أنت غلطت في تقييم إنسان، دي أبدا ما تخلينيش أهدك وعليه. عشان أبسط أكتر، كل حد بدأ يشتغل في القضية دي من البداية هو في الأساس شريف. طب وبعد كده حصل إيه؟ غير مسموح، غير مسموح على الإطلاق. اللي ما يجيش بالكيد يجي بالسم، واللي ما يجيش بالسم يجي بالسجن، واللي ما يجيش بالسجن يجي بالاغتيال، لأن ده قرار خدوه ومصرين على تطبيقه. أنا أعرف ناس كتير بحكم شغلي من اللي موجودين حوالين أبو مازن دلوقتي، كل واحد فيهم عندي فيه مش رؤيتين، 3 4 5 رؤى. ليه؟ لما بتابعهم في أي عرض، في أي شيء بيحدث، بلاقي الشخصية بتتغير.
للسالب ولا للموجب؟ ساعات للسالب وساعات للموجب. لكن أنا مؤمن بحاجة، أنا مؤمن بالنظرية القديمة أوي في العقيدة المصرية القديمة أوي، إن هناك حديث للعامة وهناك حديث للخاصة. اللي ما يعرفش يفرق ما بين الاتنين دول ما يعرفش يخاطب شعوب. يعني العقيدة المصرية القديمة كان في منهم اللي بيعبد الشمس. عبادة الشمس هي العبادة، يعني الكلام ده ممكن تبحثوا وراه. عبادة الشمس هي أكبر عبادة موجودة على الأرض لحد ما أنا بكلمكم دلوقتي. ولكن وطبعا عشان أصل، بصوا للمسلات. ليه عواصم الدول الأوروبية وأمريكا ليه بيحطوا المسلة في ميدان؟ طب ليه الفاتيكان اللي هو المفروض يرمز للديانة المسيحية، يرمز للمسيح عليه السلام، يحط المسلة اللي هي رمز عبادة الشمس أمام صحن الفاتيكان؟ لأن في هناك خطاب للعامة يتحدث به الفاتيكان وتتحدث به كل الأنظمة، وفي خطاب للخاصة. وعليه لما أحكم على أي شخص موجود حوالين أبو مازن أو أي شخص موجود في حماس، أحكم عليه بناء على إيه يا جماعة؟ أحكم عليه بناء على خطابه. خطابه ده يا جماعة أنا سمعته فين؟ سمعته في الجزيرة، سمعته في أي قناة تانية، في البي بي سي، هنا. ده اسمه يا جماعة خطاب العامة. هو رايح عنده منهج بيتكلم بيه لإقناع العامة بشيء معين. لما الإعلام ظهر بكل وسائله بقى، من أول الكتاب والمخطوط والقرطاس واللوح، أول ما بدأت تتنقل المعلومة من حد لحد من خلال وسيط، بدأ خطاب العامة ياخد شكل التضليل. فتلاقي الناس اللي على قمة إدارة الشعوب بيرضوا الشعوب. هنا المشكلة والمصيبة، يرضوا الشعوب. ليه؟ يرضوهم بالكلام بس. ليه؟ لضمان البقاء. طب حقيقتهم هم مقتنعين بإيه؟ ما تعرفش، مستحيل تعرف. حاليا لما بيحصل مؤتمر يدخلوا صحفيين يصوروا لنا شويه تك 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 تك، ويدونا الكلمات بتاعت مقدمات المؤتمر، وبعد كده يقول لك ايه؟ معلش، جلسه سريه. هي سريه على مين؟ عن مين؟ انتوا عاملين المؤتمر ده لمين؟ مش للشعوب؟ طب ما تكملوا. يقول لك لا دي سياسات وبيبقى في مصالح. يعني انتوا اساسا المصالح اللي انتوا بتقولوا عليها مصالح، انتوا في الاساس مختلفين فيما بينكم وبين غيركم من اصحاب المصالح. يعني انتم كلكم بتضحكوا على بعضكم. اه، طب اذا كانوا هم بيضحكوا على بعضهم، ما بالك وضعنا احنا بالنسبه لهم؟ في حد فهم من كلامي ده حاجه؟ لا بصراحة ما فهمت شيء. يعني اذا اردت ان تحكم على اي انسان، انت ادواتك دلوقتي هي السمع والبصر. ها، انك شايفه بيتكلم، تمام، سامع صوته ورنين صوته، بتقيس مخرجات الفاظه، بتقيس الموضوع اللي بيتكلم فيه. ده مهم قوي بالنسبه لك في الاول. هل هو معاك او ضدك؟ هل هو ضد فكرك المنطقي في الحقيقه او عدم الحقيقه؟ هل هو على باطل او على حق؟ بتقيسه من خلال كلامه. طب مين قال لك ان كلامه ده اللي هو بيصدره لك ده هي دي حقيقته هو وحقيقه ايديولوجيته؟ ان كان زمان كل الملوك، يا سلام، مؤمنين. كل الملوك
عباد. لكن لما فرعون انفرد قال أنا ربكم، أنا ربكم. ده في غفلة من الزمان. يقول لهم أآمنتم به قبل أن آذن لكم؟ يعني الإيمان بإذني. هل فرعون يعرف يحكم الناس بالخطاب ده؟ ده خطاب استثنائي لما موسى دحرهم، لكن فرعون ما كانش بيتعامل مع الناس كده. امال الناس كانت بتروح له بالهدايا والعطايا لحد القصر ليه؟ فانت لا تستطيع ابدا 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 انك تحط انسان في مربع وتقول هو ده، طالما ان انت معرفتك بيه خالصة من خلال كلامه، من خلال الاعلام. مستحيل. وعليه وعليه لما بنيجي نقول للناس ان في جاسوس او عميل مزدوج، بيفهموها غلط، بيفتكروا ان الراجل ده بيعمل الشغلة دي علشان يكسب من الجنبين. طب ايه رأيكم ان احنا قابلنا ناس مقتنعة بالرأيين؟ يعني قابلنا ناس مقتنعين ان مثلا على سبيل المثال ان مصر ليها حق في ارضها في 67، وناس مقتنعين ان مصر ملهاش حق في ارضها، وكانوا شغالين معانا. ليه؟ هو بيقول لك مصر لها حق في ارضها، ما هي صحراء. والتاني يقول لك ما هي صحراء، طب ما يعمر، ليه يعمرها اولى بيها؟ انت بس فرحان انها في حدودك. ده رأي محترم جدا. عمار الارض، انت هتفضل حاطط لي حدود وقاعد لي على حدودك دي قاعد عليها وبقالك آلاف السنين وما حطيتش فيها عود خضرة؟ لا، هو الصح الارض اللي يزرعها. طب لو اليهود او اي مستعمر او اي محتل خد ارض وعمرها، من وجهة نظر اللي بيتكلم ده، يستحقها وتبقى بتاعته ولا لازم ترجع لأهلها؟ انا اتحدى حد ان كان يعرف يرد السؤال ده. السؤال ده نفسه معضلة في حد ذاته. الارض ربنا خلقها للعمران والامتداد والخلافة. مظبوط مظبوط. اللي ياخد ارض ويعمرها ويكون قبل كده قاعد عليها حد ما بيعمرهاش، الارض دي تبقى من حقه؟ انا مستني اجابة من اي حد. طيب لو المنصة صامتة، في حد في الغرفة كلها يطلع يقول لي رأيه في ان اللي ياخد ارض كان قاعد عليها واحد مبورها وياخدها هو يعمرها، مين الأحق بالبقاء في الأرض دي؟ اللي عمرها طبعا. اللي مبوظها هي حق. اللي عمرها هو حق، ده بالقرآن بيقول لك كده. آدم هو عمرو فلسطين. الأرض يا جماعة للي يعمرها. ده قرآن يا جماعة، قرآن. اللي يعمر هو اللي يخلي الحضارة تمتد. يعني إيه؟ هو اللي يعمل الزرعة اللي هي الأكلة أو الماكلة اللي الإنسان يقدر يعيش بيها وينجب ويتزاوج ويعمر الأرض. مش الأرض اللي يقول دي حدودي وأنا حبة رمل. رمل مين يا روح أمك؟ واحنا جايين نلم رمل؟ حدودك وانت قاعد ما بتعملش حاجة، مش عارف تدير شعبك يعمر لان انت غير معمر، لان انت وش خراب. لا طبعا، لا طبعا. طبعا انا الرأي ده ده هيصدمكم. ده كفايه سينا. مفيش مصري عارف يخش سينا ولا يقعد فيها اساسا. بقالها 50 سنه اهي محجوبه عن المصريين انها تبقى جزء من جزء من الدوله والناس تروح وتيجي عليها عادي. مفيش عارفين نطلع خيرها للشعب يعني، وما بتخشهاش بسهوله.
لا، والعجيب اللي يقعد بقى على الارض، اللي هو قاعد على الخرابه، كمان الارض تحت رجله مليانه بخير، لكن هو بيكتفي بوضعه هو، باللي سرقه هو، باللي مستحوذ عليه هو، والباقي لا. تحفر ميه ازاي؟ تحفر ميه تزرع؟ لا، انا اللي اقول لك. تنقب عن ذهب؟ لا، انا اللي اقول لك. وبناء عليه جت فكره توارث الحضارات وطمع الانسان في اخوه الانسان، وانه دايما يجري ورا الشيء اللي مش في ايده واللي في ايد غيره. ده من حيث المبدأ، لان ما حدش بيأصل. هو احنا ليه في البداية تطاحنا؟ هو احنا ليه في البداية حصل معانا ان احنا بدأنا نبقى فرق ونبقى جيوش ونبقى وناكل في بعضنا؟ بصوا لحالنا قبل ما نبقى لنا جيوش. كل واحد فينا يلاقي حد راجع بصيد، يعني تعب. ممكن يكون في الصيد ده كان في ناس بتؤكل من الوحوش، وفي ناس بتتوه وتموت. لكن لو رجع بصيد يتصيدوا العطالة، يتصيدوا القاعدين. طب ليه؟ هو كده، هو كده. كله عايز يعيش من منطلق الراحة وياخد أكتر من حقه، بل على العكس يسلب الجميع حقه. انت هنا في منطقتك مسلوب حقك، بس بطبقات بقى، بطبقات. يعني في سالب اول وسالب تاني وسالب تالت وسالب رابع، وكلهم بيسلموا بعض، وانت مسلوب بالكلية، مسلوب بالكلية. الاساس في الفكرة، الاساس في عقل البشرية، هو ان انا مش كل البشرية عايزة تشتغل، مش كل البشرية عايزة تعمر. في بشرية عايزة تورث بس. فنلاقي وارث ما شاء الله ابوه يشتغل طول عمره، ويجي هو يضيع كل اللي عمله ابوه في سنة. في سنة. لازم التأصيل. من غير التأصيل ما نقدرش نوصل لحقيقة، وما نقدرش نوصل لرأي. الناس اللي مش عاجبها إجابة السؤال إن الأرض للي يعمرها، أنا ما أقدرش أناقشها، لأن ده اسمه سايكس بيكو، ده اسمه سايكس بيكو مان. اللي هو أنا حطيت لك أهو خطوط وهمية على الخريطة دي بتاعتك، وعملت لك جيش، اعمل سيادة، دي سيادتك. محتوى بقى الناس اللي جوه على الخريطة دي انا ماليش دعوة بيهم، ديرهم زي ما انت عايز، بس اهم حاجة انا ليا حقوق. حقوق ايه؟ مش انا مقعدك عليهم، مش انا محاطط لك خطوط على الخريطة. ليا حقوق، والا اول حاجة غير لك الخطوط على الخريطة. نمرة 2 اشيلك من فوق الناس دي واجيب غيرك. مش هو ده؟ ولا في حاجة تانية؟ بيمنعك من شوية المية اللي تحت رجلك، وفي الاخر تقول لي ان الارض لمن يحميها. يحميها بايه؟ ده على اساس ان انت مثلا وارث بس مستني بقى ايه؟ انت شغال بكل جهدك ما شاء الله، ومفيش حد خالص عاطل، وكله بيطلع انتاج، وبقيه الارض بقى دي تبقى للمستقبل واولادنا. 100 نيله عليك، 100 نيله عليك لو انت فاهم كده. مصر حدودها الخضراء دي، الوادي والدلتا، اقل كتير من ايام اجدادك في خرايط ونسب ومحاصيل ومعدلات انتاج عند الفعنة. 100 خيبة عليك. كانت مصر قد كده في المساحة في عهد الفراعنة 5 مرات 4 مرات ونص في بعض الأسر، والإنتاج
النسبة في الإنتاج، نسبة العمالة، الناس اللي بتشتغل، الناس اللي بتزرع، الناس اللي كان بيصعب عليها إن النيل يعدي من قدامها من غير ما تغرف منه، وأنت جاي قاعد الحدود التربت التوت الأد. أنت بتقول الكلام ده دكتور رياض دلوقتي عشان يعني سهل ياخدوا سينا؟ لا يا حبيب قلبي، لا، الكلام ده كان فيه منه وخلص. ما تجيش تستغل كلامي ده في الوقت ده في القضية دي وتقول ده رأيك يا دكتور. لا يا حبيب قلبي، لا يا حبيبي، يبقى انت مسطح قوي، مسطح خالص، تعبان خالص، مريض خالص. انا بقول لك ان السبب في ان انت بتتعرض للي انت فيه من جوع ومن جهل ومن انك قاعد على ارض بور. لما جيت تعمل سكن حطيت دور فوق دور فوق دور فوق دور فوق دور. طب وليه؟ ما الارض واسعه، هتخلي السكن دور واحد، ليه كذا دور؟ منين جات لك الفكره المريضه دي؟ دور واحد عشان الارض تعمر، دور واحد. شكرا. ما هو دكتور يوم في اتنين بتكون أرض خالية وبيجي الدولة بتستولي عليها وبعدين بتبيعك إياها، أو ممنوع تعمل فيها أي شيء. فعاد الأرض اللي هي كانت ملكك حتى بيطلعوك منها وبقعدوك محل تاني، وبقول لك إحنا عاوزين نعمل حفريات ولا نعمل شوارع ولا نعمل أي حاجة. فعاد استيلاء الدولة على الأراضي وتبيعك إياها وأنت اللي تعمرها، يعني بفلوسك أنت تشتغل، بيدوك قرض، عندك الأرض نديك الأرض أو نديك قرض عشان تبني البيت، بيدوك القرض ده بتقعد كم 20 سنة 25 سنة وأنت تسدد بهذا القرض، مع أنه هن باعوا لك الأرض، هم استولوا عليها وهم باعوا لك إياها. وفي ده المنطق اللي شغال عندنا في كل الدول العربية. بتلاحظ هذا الشيء. تفضل. طب باي عقل؟ طيب باي عقل؟ باي عقل بديك ارضك؟ مش دي ارضك؟ مش انت مواطن؟ مش انت ابن البلد دي؟ والحدود دي حدود سيادة بلدك. بأي عقل ببيع لك تراب تعمره ولما احب اخده منك تاني ما بسألش فيك؟ الطبيعي ان انت ابن البلد وعايز تعمر، عايز سكن وحته ارض تزرع مثلا او كده. فانت السلطه اللي بتحكم اللي بتدير البلد بتدي لك حته الارض وبتدخل لك مرافق. انت بتدفع ثمن المرافق ماشي، لو ما فيش مكان للكلام ده، لو لو موضوع المرافق ده على المواطن خلاص ماشي. في دول المرافق دي على الدولة. اذا كنت انت بعقليتك بتشتري ملكك، انت بعقليتك بتشتري ملكك، انا ممكن اعمل في عقليتك دي ايه؟ انا ممكن اغير في عقليتك دي ايه؟ انت بتشتري تراب في الهوا، بتشتري جبل وتعبده، تفضل تشيل من الحجاره وتنقل من هنا وتسوي في الارض وتبعد ده تاخد جيل واثنين وثلاثه واربعه على بال ما الارض دي تنطق. ساعه ما تنطق وتزهزه يجي يقول لك معلش اصل كان في غلط، اصل الحته دي فيها اثار، لانها زهزهت وبقت بتنتج وبتجيب فلوس وانت ولا تقدر تنطق. طب انت من حيث الاساس غلطان، غلطان. بدل ما يعاملك كمواطن مميز معمر بيعاملك على انك مغفل كبير بتلعب تحت رجله ويجي يسرق قوتك وعرقك. هو كله شغال كده، كله شغال كده. بيحصل ده من خلال شكل الضرايب اللي بتتفرض على الناس في البلاد التانية، بيحصل ده في شكل حاجة، كله شغال كده. طب إذا كنت أنت داخل منظومة الشياطين دي وقبلت إن أنت تاخد مواطنة وجواز سفر وقابل تعيش كده وتخلف عيالك ويورثوا الكلام ده وتأمنهم على تعليم عيالك وتأمنهم على قوتك وتأمنهم على مستقبلك وتأمنهم على علاجك، وانت
مش شايفهم شياطين. والقرآن قال لك العلامات والدلالات القطعية في ان الناس دي كده شياطين. اللي بيديك قرش ويقول لك القرش ده بقرش وعليه مليم ده شيطان. الكل بيتعامل يقول لك انا ما باخدش منهم فوائد. طب ما انت بتديله القرش يسلفه لغيرك وياخد عليه فوائد. يعني انا مش فاهم، هل الى هذا الحضيض وصل عقل الانسان؟ آه، يا جماعة الكيان الصهيوني ده احتلال. هو ما جاش يعمر، هو جه قتلك وذبحك وشرد عيالك وخد أرضك وبيتك وبدأ هو يشتغل. ده ما اسموش جاي يعمر. واصلة كده. وبعدين انت كل جحا أولى ولحم طوره. فانتوا ما تخلطوش الأمور في بعضها، تخلطش. خلوا بالكم، من قبل ما يدخل بني اسرائيل بعد موسى، من قبل ما يرجعوا، ركزوا، والارض دي عمرانه، والبلس اللي كانوا فيها، البلس اللي هم اساس الفلسطين، دول كانوا موجودين. وخلوا بالكم انه يعقوب ما كانش عايش في المدينه، ده كان راجل بدوي قاعد في الصحراء راعي، لكن كان في عمار وفي مدنيه. ولما رجعوا تاني بعد 430 سنه مع يوشع بن نون، لما رجعوا تاني، لو ضفنا بقى ال 40 سنه بتوع دي هيبقوا يعني 470 500 سنه. لما رجعوا تاني ودخلوا مع يوشع بن نون، كان في مدنيه، عشان هم بيقولوا احنا اللي انشأنا واحنا اللي كنا الاول. كدابين. حتى دي تم اثباتها جينيا، كذاب، ما كانوا كذابين، ما كانوش كده. ان مش هم اللي عملوا المنطقه دي. التمدن. طب قول لهم بقى التيه دي ايه؟ ايه التيه وادي التيه، عشان الناس مش عارفه يعني ايه وادي التيه. أو وادي التيه ده، بني اسرائيل بعصيانهم ولما رفضوا ان هم يدخلوا المدينه بعد كل العذاب ده، مولى عز وجل حكم عليهم ان هم يتيهوا في الارض. فهم رحل، ما ينفعش يقعدوا في حته عشان عندهم راعي، هم رعاه، فبيمشوا مع الراعي. فالمولى عز وجل كتب عليهم يفضلوا يلفوا في وادي. إلى الآن هذا الوادي فيه مشكلة في البوصلة فيه، يعني في مراكز في هذا الوادي البوصلة فيه مش دقيقة. طب إيه اللي خلاهم؟ يعني مش هم الناس دي كان عندهم برضو علم النجم وعلامات بالنجم وعلامات وبالنجم يهتدون؟ مش الناس دي عندها الخبرات القديمة؟ طب مش الناس دي جايين من مصر؟ مصر يعني علم النجوم وعلم الفلك. مش الناس دي يعني سدنة، يعني ناس قوية في الأثر، كانوا شافوا أثرهم وعرفوا إن هم بيلفوا حوالين نفسهم 40 سنة. كل ده سبحانه وتعالى. المولى عز وجل لما وصف إن هم في وادي التيه، التيه ده كان تيه عقلي قبل ما يكون تيه مكاني. أراد لهم أن لا يكون لهم موطن، لأنه هو دعاهم لهذا الموطن، دعاهم لهذا المكان. هم أبوا، قال له اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. وقالوا مش هنخشها طالما هم فيها. بيتكلموا على العماليق.
لحد لما جه يوشع بن نون وراح بالفعل دخل المدينة، وكان كل القصة بيقول لهم تعالوا خشوا، تعالوا ادخلوا بقى خلاص، تعالوا ادخلوا بقى خلاص. أول ما دخلوا المدينة عملوا إيه؟ يعني هو أمن لهم. أول ما دخلوا المدينة عملوا إيه؟ طب هم في كل الحضارات بيعملوا إيه؟ طب هم في أوروبا عملوا إيه؟ طب إيه سر الدنيا إنها بتكرههم؟ إيه السر؟ إيه اللي خلى هتلر عمل معاهم كده؟ الناس دي يا جماعة أهل الكبالة، اوعوا تقولوا عليهم مؤمنين أو أهل موسى، ما لهمش علاقة بالإيمان. دول أهل كبالة، أهل كبالة موروثة. أهل الكبالة دول قبل 600 سنة من دلوقتي كانوا بياخدوا الأطفال لما كانوا بيتمكنوا طبعا بالمال والسلطة. أما كانوا بيتمكنوا كانوا بياخدوا الأطفال يقطعوا رؤوسهم ويحطوها يعلموا ولادهم عليها النشان. فما تستغربوش قوي إن هم شايفين الأطفال بتمزق الشكل ده، إرب، أشلاء أطفالنا، وانتم متخيلين ان هم ممكن يحسوا بده؟ على الإطلاق. في راجل روسي قريب أنا سمعت له قال إحنا لما كنا بنحارب ألمانيا فكنا اتمسكنا، فالألمان قالوا لنا تعالوا احفروا حفرة هنا وعايزين يحطوا فيها اليهود، فاحنا رفضنا. الروسي بيقول احنا رفضنا كأسرى، فالألمان ضحكوا وقالوا لهم طيب هم صعبانين عليكم، طب استنوا، تعالوا انتوا لليهود احفروا علشان نردم على الناس دي. اليهود حفروا واتحط الروس وبدأوا يردموا على الروس، فالألمان وقفوهم وقالوا لهم، قالوا للروس شفتم احنا يعني بنعمل فيهم كده ليه؟ انت مرضتش تردم عليه في الحفرة، لما اتحطيت انت مكانه اسرع لانهاء حياتك ويردم عليك. انت بتتعامل مع عقول ما بينها وبين الله عز وجل صد مطلق، صد مطلق، ما تعرفش الحق، وبالتالي ما تقوليش هتعامل مع العقول دي بقرارات الامم المتحدة. ابوس رجلك، ابوس رجلك. ما تقوليش اتعامل معاهم بالايه، بيقول ايه ابو مازن؟ بيقول ان انا اتعامل معاهم بالاعتراض السلمي، مش كده؟ يعني بسلمية. تتعامل مع مين بسلمية؟ ما تقوليش ان الامريكان او الغرب هيجيب لي حقي منهم. ده هم قالوا لهم فضوا كل اللي اتعمل فيكم في العرب والمسلمين دول واختاروا البقعة المباركة. وما تصدقوش اللي بيقول لكم كان معروض عليهم كذا ومعروض عليهم كذا ومعروض عليهم ارجنتين ومعروض عليهم اوغندا ومعروض، لا 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 لا، ده مش في عهد المؤسس، ده ما قبل المؤسس، قبل ديودور هرتزل اللي جه بعده قال لا، اذا كنتم عايزين نشتغل لكم مسمار جحا في المنطقة دي، احنا عايزين المنطقة دي، عايزين فلسطين، عايزين فلسطين. وراحوا عملوا محاولة مع القيصر الروسي، لما رفض القيصر الروسي قالوا لابد من إنهاء هذه القيصرية وخلصوا عليه، خلصوا عليه. وراحوا عملوا مقابلة أو طلب من الدولة العثمانية، لما الدولة العثمانية رفضت قالوا لازم الدولة دي تنتهي، لا قيام لدولتنا ببقائها. واستطاعوا إن هم برضو يدمروا الدولة العثمانية، هم حاولوا ياخدوا المكان ده بأي نفوذ من كل الموجودين أو المتنفذين. لما رفضوا
شالوا قياصرة وشالوا سلاطين بالتدبير والحنكة والبطانة والدنمة. هنرجع تاني نقول وادي التيه هو كان عقوبة من الله عز وجل إن ما يكون لهمش مأوى ولا مكان ولا بلد تلمهم، وده كان أول عقاب ليهم مباشرة بعد موسى عليه السلام، بعد موسى عليه السلام، وقبل ما يخشوا المدينة اللي هي القدس يعني. شكرا. مع موسى مش بعد موسى العقاب. اتفضل يا استاذ امير، انت عايز تتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك عمي زاهر؟ أخويا وعمي زاهر إن شاء الله بخير. الله يحميكم إن شاء الله رب العالمين. تموا بخير وصحة وعافية إلهي. عندي تعليق على دكتور رياض. تحياتي دكتور رياض واحترامي الكبير لأفكارك ولحضرتك. لكن موضوع أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بيك. موضوع الإعمار. تحياتي يا دكتور، الله يسعدك إلهي. موضوع إعمار الأرض، ما أي شخص يعمر الأرض. المؤمن فقط هو اللي يعمر الأرض، أما الكافر فأي شيء يقوم فيه فهو إفساد. يعني إن كان حتى لو زراعة أو حتى لو بناء أو حتى لو استصلاح أرض بأي شكل من الأشكال، هو كافر أو فاسق فهو إفساد في الأرض فما يعمر. أما عمل المؤمن مهما كان عمله بإحسان، عمله في الأرض بإحسان فهو إعمار. يعني بمعنى أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الدولة وأحتل هذه الدولة إذا كنت غير مؤمن وأعمرها من وجهة نظري الخاصة. تقصد حضرتك إن أي حد بيعمر في الأرض في كل قارات الأرض إن لم يكن مؤمن فتعميره هذا هو خراب؟ وكيف يتوزع المؤمنون على الأرض كافة لإعمارها؟ وهل نترك الأرض بورا حتى يأتي المؤمنين لإعمارها؟ دكتور أنا وضحت على الأرض هريح مش حضرتك، أنا هريح حضرتك، يعني هحدد السؤال أكتر. مصر دولة مسلمة؟ إذا تسألني برأيي، القوانين اللي موجودة في كل الدول العربية حاليا هي غير مسلمة. هذا يعني الجواب المختصر. الأراضي دي ليست لمسلمين. في تفصيل يا دكتور. أنا قلت لك في عندي تعليق ثاني، وهذا اللي كنت بدي أتحدث فيه. نحن طيب مسلمين. اتفضل حضرتك بالتعليق الثاني عشان نلم الرؤية كاملة ونتناقش، لأن اللي حضرتك بتقوله ده خطير جدا جدا جدا. طيب، أغلبنا يعيش في دول عربية وربما ندعي أنه نحن في دول إسلامية، لكن القوانين اللي تحكمنا للأسف يمكن أغلبها هي قوانين غير مسلمة. فهون في تفصيل. يعني أنا مسلم وأعيش في دولة شبه إسلامية، فأتحدث عن بلدي سوريا. أنا مسلم وأعيش في سوريا، ويعتبر نسبة كبيرة من أهل هذه البلاد هم مسلمين. فأنا بحكم العرف أو بحكم المجتمع أنا في بلد مسلم، لكن القوانين اللي تحكمني للأسف هي غير إسلامية. غير إسلامية من أي ناحية؟ من ناحية الإعمار في الأرض، من ناحية بناء الإنسان. أو تقصد في الوقت ما الحاضر، في. ما احنا بنتكلم يعني بنحط سبوت على وضعنا الحالي. قلت لك دكتور ما إذا ما لا يوجد. طيب إذا أين الخلاف؟
هل أنا قلت إن من حق حد ياخد أرض حد عمرانة مزروعة؟ هل أنا قلت إن من حق الكافر ياخد أرض المؤمن لو كانت بور تحديدا؟ هل أنا قلت بإن الأمور في أخذ حق الغير مشاع وإن الموضوع لا يخضع لأي قواعد؟ أنا كل اللي بعمله إن أنا بحاول أصل داخل العقل، عقل السامع اللي بيجي يسمعني، عايز أقول له إن أنت مهما تلف ومهما تروح ومهما تيجي وتحط قوانين وتخضع لمنظمات وتخضع لأيديولوجيات وتخضع لحكام، مهما تقول لي وتقول لي ديمقراطية وتقول لي مهلبية وتقول لي الكلام الفاضي ده كله، كل هذا الكلام كلام فارغ، لأنه يتعارض مع مع الكتالوج بالكلية مش بنسبة. ايه الكتالوج عندي انا في كل كلامي في كل غرفي؟ الكتالوج الوحيد عندي انا هو كتاب الله وسنة رسول الله. خدت اي منهج تاني حتى لو قلت لي انا مؤمن يا دكتور ولكن تحت قانون وضعي، اقول لك ايمانك مش كامل. صلوا على رسول الله. انتوا خدتونا في مواضيع بعيده. الارض عليه الصلاة الارض والسلام. وازرع يا ابو العلا واقلع يا ابو العلا. خلونا في غزه يا جماعه. شايف يا استاذ امير، لاننا قاعدين عند واحد ما احناش قاعدين على ارضنا، واخد الموضوع ده بالك مهم بيعمل فينا ايه؟ جدا. ازرع الموضوع ده مهم جدا. اقلع. خليه يكمل كده خلاص الموضوع بيخلص. يعني بعد نص ساعة تعب يا احمد تضيع تعبي كله؟ اصل احنا لسه ما عندناش ارض. لما يبقى ان شاء الله عندنا ارض نبقى نزرع ونقلع. ما انا عايز اوصل يا احمد ان انت حتى الارض اللي انت قاعد عليها اللي معاك حجة بيها، الحجة دي مختومة من الشهر، من الزراعة او الشهر العقاري او من الحيازة، دي مش ملكك. دي ملك اللي ختمها لك. يا باشا انا ليا وجهه نظر في الموضوع ده. وجهه نظري انه من ساعه ما اسسوا للكيان ده وحطوه وهم قننوا لك حياتك تمشي بالشكل اللي احنا عايزينه وفرضوا عليك كل ده. هم اللي بيديروك، الغرب اللي بيديرك. تمام، انت وافقت اهو تعيش وفقا لقوانينهم ووفقا للي هم عايزينه وبعدت عن الكتالوج لا بتاعك. ما هو حكومتك ما ما قالتلكش. تعيطش، ما لا تعيطش، انت وافقت. حكومتك ما فهمتكش حاجه. اللي مش حكومتك بيحكموك انت بس يا ماشيين زي احمد، ها؟ الحمير. مش حكومتك انت بس، انت بمجرد انك لما بتتولد بتتحول لمجرد شركة، بيبقى بيتعمل لك شهادة ميلاد، بيتعمل لك كل حاجة في حياتك، بتتحول لورق، والورق ده بين شخص اللي هو يعتبر سوسايتي او اسوسيشن، شركة، والمنظومة. المنظومة دي بقى في مصر، في انجلترا، في امريكا، بس هي تعامل بين شركتين. انت ما انتش بني ادم، انت ما بيتمش اعتبارك كبني ادم، انا انت بتكلم بيتم على وضعنا اعتبارك. في مصر اللي احنا اتربينا عليه يا عمال. احنا اتربينا ازاي في طب مصر؟ انا لا، اصل كلام دكتور رياض كان على الواسع وعلى العام، بس خلاص كملوا بقى. احنا في مصر اتربينا كده. وبعدين هو قال كلمه برضو عجبتني. مصر كلها سايبه الارض الواسعه دي كلها وقاعدين على خط قلم رصاص، يعني قاعدين فوق بعض ولا مؤاخذه الناس بتفتح البلكونه تحط رجلها في البلكونه اللي قدامها وحتى لما فكروا يعملوا مدن جديده، المدن الجديده التجمعات دي كلها برضو سيم شيت. يعني برضو ما وسعوش، عندهم الارض واسعه ما وسعوش. مطلوب منك ما تتوسعش افقي، تفضل كل ما تتوسع تحط خطة تتوسع رأسي، ده المطلوب منك. طب والارض دي افقي كلها دي هتروح فين؟ ما دي النتيجة. التوسع الرأسي ده نتيجته اللي احنا فيه. يا صاحب العبقرية، امال لما احب استحوذ عليك واعرف المك على مساحة، ولا تبقى محدود في عمارة فيها 1000 واحد انزلهم طراطير كلهم في 10 دقايق، ما ولا ايوه اقعد ايوه الف احنا على 1000 بيت؟
يا صاحب عامل العبقريه. 3 4% من مساحه مصر، و97% او 96% بقى يعني فاضيين، وهو اقدر فعلا اتحكم في المساحه دي كلها في اي وقت. بس العشوائيات دي ما جاتش الا ايام مبارك يا دكتور. كل العشوائيات مبنيه اساسا على الهجره من الريف الى الحضر، ده اساسها، سعيا وراء الحياه، سعيا وراء الرزق. لكن انت بص على المحاور اللي اتعملت، بص على الطرق والتقاطعات، بص على الاستحواذ على نفس الاريا، العاصمه بما حولها. ايه ده؟ انا بسهل ايه؟ انا بعمل ايه؟ انا بسهل احتلال واستعمار، انا بسهل سيطره. انا هعمل ده كله عشان المواطن يطلع بعربيته يوصل شغله وهو مرتاح. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ ما يطلع دين المواطن. ما هو المواطن ملوش اعتبار اساسا، صرصار. ما تنساش يا احمد ان السيسي بعد ما وقع على معاهده التنميه المستدامه، المعاهده بتاعت ناس طيبين فرحت وقالت جانا النصر جانا، وراحوا يا عيني بمشروعات، منهم دكاترة عمالقة أنا أعرف منهم شخصيات بشكل مباشر وهم أصدقائي، ناس في الريسايكل، في إعادة التدوير، العالم يشهد لهم ويشير إليهم بالبنان. راحوا يا عيني بقى علشان مصر هي خلاص، مصر هتبقى حاجة جديدة من الأمور البسيطة خالص. قالوا له يا ريس، إحنا المواد الخام اللي بنصدرها فقط لو مرت على غربال واتعبت في شكاير، حضرتك هتجيب 10 أضعاف تمنها. ما عملش كده، لا جاب غربال ولا جاب شنطة بلاستيك. ليه؟ هي بتتصدر لمين؟ الملح بيروح النرويج والسويد والنمسا. الله، طب ما هم دول ليهم حقوق في مصر. حقوق ايه؟ عشان هو قاعد لا يمكن يدفعوا زيادة، فهم مش عايزينها في شكاير. طب ده فلان الفلاني بياخد الحاجة دي ويعبيها في شكاير ويبيعها في الحتة الفلانية، ده مسموح له، لأن ده بيصب في حتة تانية مش في خزانة المواطن المعفن. شوفوا إلى أي مستوى أنا بجردك من أي فايدة. إحنا بنصدر الفحم مش زينا زي ناس من المغارة، بنصدر الرمل مش زينا زي الناس، بنصدر الصخر مش زينا زي الناس. إحنا بنصدر خامات بعبلها، الخامات دي بتروح دول يتعاد تعبئتها بس. وفي دول من نصاحتها جت على المينا عندي قبل ما الحاجة تخش على المركب، يعبيها عندي في المينا يعيد تعبئتها ويكسب قدي أنا كدولة 5-6 مرات لمجرد التعبئة. طب ده كله يعني هو الراجل ما بيفهمش خالص كده؟ لا يا بيه، دي استحقاقات يا فندي. انت حاجتك تطلع من عندك بتعريفة، تتباع على الشط بتاع ميتك ب10 جنيه، ده ما طب يخصكش. وانت ليه قابل الوضع ده يعني؟ واحنا قابلينه ليه؟ علشان انا مواطن مصري. ده كده اهل فلسطين وضعهم افضل مننا، اللي مستعمرين من 75 سنه. علشان انت تحت احتلال، انت ما اتحررتش لسه. لا والله، ده فلسطين فعلا حره عننا يعني، ان انت مستعمر من جواك، مستعمرينك من جواك. انما في فلسطين مستعمرين الارض، بس البشر من جوه مش قادرين يدخلوا يستعمروهم من جواهم. الله ينور عليك. انت فاكر زمان في الافلام كانوا يجيبوا، لما الافلام اللي فيها مراكب بترسي على جزر وبتاع، والناس تقابلهم بالموز وبالورد وي 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 وي، ويقعدوا في وسطهم ويتمتعوا وبتاع، وبعدين هم مروحين يملوا لهم المركب. ليه؟ لان الناس دي ما تعرفش اللي في المركب دول ممكن يعملوا فيهم ايه. انت كده، انت قاعد اي مركب تعدي تستقبل وتضايف وتحمل.
طب انا بس عايز انت اسالك سؤال بمناسبه الموضوع الاستعمار ده. طب ما عبد الناصر عمل نمره زمان وتأميم قناه، ويلا يا اولاد الوسخه، يلا يلا انت وهو بره، دي ارضي وحاجتي. طب ما فين الكلام ده؟ يعني انا مش فاهم، مش قادر افهم. احنا لسه مستعمرين؟ ما هو عمل نمره وأمم قناه وأمم حاجات كتيره، وكل ده بتاعنا، ويلا يا ابني. مش فاهم بقى احنا استعمرنا تاني ازاي. بص على مخطط تأميمه. طبعا مصر في الوقت ده برواز كبير كده، مصر دولة زراعية، مصر دولة زراعية ناجحة، مصر دولة زراعية غنية. دي العناوين الرئيسية. لو مصر دولة زراعية ناجحة غنية، اشتغل انا على ايه؟ اشتغل على مصر دولة زراعية. سر نجاحها ايه؟ الاقطاعيات. يعني ايه؟ المساحات الضخمة اللي بتزرع بمحاصيل واحدة عشان تتحكم في البورصة. عمل ايه عبد الناصر؟ قال لك جزأ يا جدع كله 5 فدادين، خلي الفلاح اللي عمره ما امتلك يمتلك بلا وجع قلب. لما جزأ، كل فلاح عايز يزرع ده كمبوت، وده فراولة، وده جوافة، وده تين شوكي، وده راحت مصر. اللي ضيع مصر تأميم الأراضي الزراعية اللي عمله عبد الناصر. حسني مبارك خلى الصناعة مشيت، وبعدين جاب محمود محي الدين قال له امسح لي المصانع دي كلها، دي مفلسة ومضيعة الدولة. عمل التخصيص، عمل التخصيص. محمود محي الدين بعد ما عمل التخصيص خصخص مصر كلها، ادوا له بونبونايه، لا بس انا اتعين انا انا نائب. بتكلم في حاجه تانية يا دكتور. انت بتقول لي انا مستعمر، والنرويج بتاخد ومش عارف مين بياخد، وامريكا ما اعرفش ماسكه ايه. طب ما يابا عبد الناصر ما كان في طرد للاستعمار، وحتى كان في مشروع القناه ده اللي اهم مشروع بالنسبه للعالم، طردهم منه. طب يعني بنفس الكيفيه دي اعتقد ان البلد تكمل بقى، ان احنا كده يا ابني عبد استقلينا يعني. الناصر اللي حط عبد الناصر وعمل الانقلاب بتاع عبد الناصر كانت المخابرات الامريكيه. ايه يا عم مدفوق يابا. المخابرات الامريكيه، وبعدين دخلت بقى خدت ليه عايزاه من البلد يعني. بقول له ادوا له برنامج يدمر مصر كدولة زراعية ناجحة داينة للدنيا كلها بتتحكم في بورصات العالم. ادوا له برنامج، البرنامج ده ضيع مصر. يقول لي عبد الناصر كان ضدهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في كتاب جميل قوي اسمه ثورة يوليو الأمريكية، هتفهم منه كل حاجة. طب ده احنا كده بقى يعني ملناش لازمه في التاريخ يعني. قسما بالله ثورة يوليو أمريكية، قسما بالله كل اللي كل شاركوا في حاجه يوليو كانت بلح. كلهم عملاء للأمريكان، كلهم حرب خونة اكتوبر وعملاء. بلح، ثوره بلح، انا ده والله هو بقى ده هو يا بالنسبه لي دكتور رياض، عبد بلحايه الناصر كبيره. سبب من أسباب تكوين أو يعني قيام دولة إسرائيل. فكرة تهجير كل اليهود هناك، هم اللي عملوا إسرائيل، هم اللي كانوا بيحموا إسرائيل من كل حاجة. أنا مش متخيل إن إحنا لسه بنناقش ده. يعني إحنا مش قادرين ناخد الموضوع ده ونخلصه بإن اللي عمل ولا انا الكيان ده هو والله إحنا. احمد صدمني من الكلام اللي أنا بيقوله هتجنن، ده. والله هتجنن يا أخي، والله العظيم هتجنن. إحنا لسه مش مصدقين إن اللي عمل الكيان ده هو إحنا بنفسنا. صحيح صحيح. طب يبقى كده بقى يعني كده بقى الكلام اللي ايه انتوا. كده بقى، ومين اللي كان مين اللي حكى لك عن اللواء حيدر باشا اللي ايوه كان ماسك ماشي وزاره ماشي. الحربيه؟ طب ده احنا كده اللواء بقى حيدر هنحارب. باشا طب يا باشا ده احنا كده هنحارب حماس بقى بايدينا واسناننا. حيدر باشا اللي هو يبقى عبد الحكيم عامر ابن اخته. طب يا باشا، ما انت بقى احنا طالما احنا كده بقى لغايه دلوقتي، يعني كده المؤتمر القمه اللي هيتهببوا يعملوه دلوقتي هيبقى فيه قرارات خطيره بقى، طالما احنا ضايعين قوي كده. ده كده المقاومه الفلسطينيه هتلبس برضو مصر الاسود. القرارات اللي هتطلع خطاب ما تنساش المبدأ ده يا احمد، الله يخليك، مش هعيده تاني. خطاب للعامة وخطاب للخاصة.
خطاب ظاهر وخطاب باطن. مش لما يعجبك الكلام اللي طالع من حسن نصر الله او من الناس دي او من اللي قمه او تصدق وتجري تيجي تزغرط. مش فاهمني ركز مش ابوس فاهمني رجلك. بس يا دكتور. يا اهلا وسهلا السلام حبيب عليكم. القلب كله مش سوفييت. فاهم. اهلا، ازيك؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا دكتور رياض؟ والله وحشنا جدا جدا يا دكتور، اخبارك يا ايه عم وعامل انتوا ايه؟ لسه قاعدين مع بعض امبارح وعشك والله ليه؟ العظيم انا بقالي يومين ارحمنا ما بقى قعدت يا معاك. عم بقى. قسم اقفل بقالك المايك يومين يا احمد علي، بقالك اقفل يومين ما المايك قعدتش معانا. والتزم. اتعلم يا ابني من العلماء لما بيتكلموا، هو اقفل المايك. هو لا جوزك يا يا ابني؟ احمد، دكتور رياض ما كانش معانا في الغرفه امبارح، لا لا، هو ولا جوزك؟ النهارده والله. ولا النهارده. اقفل طب بقى بس المايك يا احمد اقفل بقى المايك عشان عشان احنا بنتكلم كلام مهم بقى، بدل ما انزلك تحت انت بقى اقفل المايك. انت كلامك مش مهم يا احمد، انا المهم. وبعدين بقى جاي سيبني يزيد اسلم على على اخر الناس بقى، الليل، طول عمره سيبني بيزيد اسلم. ما بيولدش. يعني انتوا عملتوا غرفتين من ورايا يا محمد؟ والله العظيم بعت والله لك بنت قسما بالله والله بعتنا لك، ده كانت مرتين. كانت انتوا حاجات عارفين كده يا ان انا دكتور. سهران من امبارح صاحي مع الضباط في الغرفه دي ما نمتش. طب بس انتوا جايين عند حته مهمه واحنا بنتكلم وهتبوظوها. اقفل يا ابني المايك. كمل يا احمد، ما انت طول عمرك بتيجي في الحته دي يا كمل يا احمد، احمد، كمل. يلا. طب ده احنا كده الوضع خطير بقى. طالما احنا بالكيفيه دي كده، يعني كده القرارات اللي هتتاخد النهارده هتبقى مؤذيه جدا. ممنوع تتحرر فلسطين كده، ممنوع كده. وان الحكومه اللي في مصر ده تحاربها، والدوله العميقه اللي في مصر تحارب المقاومه في فلسطين. طب ده حلو الكلام ده عشان يعني الشعب يقوم بقى، لان كل شيء بقى مكشوف دلوقتي. اتفضل يا دكتور. هو كلامك حلو يعني انا ما شاء الله يعني برضو انت لسه مستني الكلام بتاعهم او لسه مستني لا الشعب مش يقوم. هو وانا شرحت لك يا دكتور انا بليز. نفسي ايش بقى، انا نفسي ايش يمسكك غسيل ومكوى عشان انا listen to تعبت me منك. please listen to me. كلامك امريكاني بقى، يمكن الامريكاني نفهم بيه شويه. انا ما بتكلمش في اللي انت قلته من شويه واللي احنا قلناه من شويه. انا بتكلم طالما المصريين بالشكل اللي ملعوب في اساس دين امه ده هم كده، يبقى هم اللي هيبقوا قاعدين بضراوه عايزين يحاربوا المقاومه دي بس من تحت لتحت. طالما احنا بالطبيعه دي كده الحكومه بتاعتنا، يبقى هم اول المحاربين، وهيبقوا مؤذيين جدا للمقاومه الايام اللي جايه دي. انت بتتكلم على الشعب ولا على النظام يعني؟ على النظام في مصر. لا، النظام للي يدفع له اكتر. النظام ما تنساش ان كل واحد في النظام سرق ونهب فلوسه، وكل تحويشة عمره اللي انا عملها ليه بتكلم في والعيال موضوع والأهل. اسمعني المقاومه بس، يا اش. اسمعني بس. ما انا هخلص بس. المنظومه اللي قاعده في مصر، والمنظومه اللي قاعده في الاردن، المنظومه اللي قاعده في كل دوله عربيه، كل اللي سرقته ونهبته موجود في البنوك الاوروبيه والامريكيه. فبالعربي كده ما تنتظرش حاجه من المنظومات اللي بتحكم. انت عارف يا عم احمد تنتظر من الحل. الشعوب، انما من سوري يا ايش، المنظومات اتفضل. انسى. لا اتفضل يا ايش، اتفضل، اسف. طب ايه انتوا قلتوا لي اتفضل، قلتوا لبعض اتفضلوا وانتوا الاثنين قفلتوا. انا بكلم دكتوريات لا في انا الموضوع ده. خلصت. بص يا دكتور، طالما احنا كده ملعوب في اساسنا من اول حيدر باشا ولا من قبله، ملعوب في اساس اللي خلفونا، يبقى كده احنا خطر بقى. النظام ده خطر على المقاومه، وممكن ياخد قرارات مصيريه النهارده. ولا ايه رايك في الكلام؟ نرجع تاني نقول هل السؤال ده ومعانا اخونا امير اول مره يشرفنا على المنصه او اول مره نسمعه. السؤال ده ليك يا اخونا امير صديقي وحبيبي. هل لو النهارده بانت لبتها وظهرت كمان الامه العربيه مع اللي بيمثلوا العالم الاسلامي ودول صيع ما بيمثلوش العالم الاسلامي ولا حاجه، يعني المؤسسات اللي هي محطوطه على قمه العالم الاسلامي وعلماء العالم الاسلامي دول كلهم ولاد كلب زباله
دوننا. انا اؤكد لك يا دكتور ان هم النهارده في المؤتمر ده كلهم هيروحوا كل واحد بطقم فيكتوريا سيكريت. طيب لو هم الناس دي بقى النهارده اتحفونا كده بأبيات شعر في الشجب والإدانة، هل في، وخلي بالك النهارده بقى ايه، واضح ان الامريكان عايزينها ايه، على لسان العرب والمسلمين كمان. ليه؟ علشان نخرج بقى من المؤتمر ده مكفرين حماس، يبقوا مش مسلمين. ركزوا، هل لو ده حصل انت فاكر ان هيبقى في رد فعل لدى الشعوب؟ والله تبقى غلطان. ايه رأي اخويا امير؟ والله يا دكتور، يعني للأسف أنا حكيته، يمكن حضرتك أنت ما سمعتني، أنا كنت قبل نتحدث فيها. الحكام العرب باعوا القضية، وأنا مش متأمل، وأنا متأكد يا اهلا بنسبة وسهلا، كبيرة يا اهلا بيك، يا اهلا. ومتأكد ممكن يا امير 100%. تعلي صوتك شويه بس بعد اذنك عشان مش عارف اسمعك. صوت واضح حاليا. اه كده واضح، كده احسن. اتفضل. القرارات اللي راح يتخذوها العرب للأسف يعني هي يبقى احنا كده أحمد. اصل الدسم، اصل اللي نور محتاج الشعوب. شغل، الشعوب بقى محتاج للاسف، الشعوب دي يا اما تقوم يا اما الناس. تموت يعني. يا أخي أحمد، في امير، لا لا الكلام ده ماشي، بس لما بس انا عايزك تتفائل. هذا كتير سؤالي انت. ماشي انا معاك. انت يعني الساعة دلوقتي عندي 4 وكان مطروح. يا اوفيليا وياخد بدون معلش. بس اقول لك على حاجة. والله انا عارفه انها ام العظيم كمان، معلش اسمح لي. والله العظيم ما هم بالجمدان ده خالص. لما تطلعيه اتفضل. هو طيب سؤال. لا 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 لا، انتوا بس تستاهلوا، انا لا. انا راجل عارف شغلي وعارف بعمل ايه، انتوا تستاهلوا الاجرام. انا راجل مختلف عنكم، انا في سكتي وانتوا في سكتكم، محدش يقول الكل. ايوه انا لا اسمح. نقول انه اي حل دولتين بحيث انه 700,000 مستوطن شيء. أخي رائد، سؤال لحضرتك اول شيء كان الاتفاق عليه ولا يطلع في المسودة انها هدنة إنسانية، ولازم ناخد المصطلح بتاع بايدن زي ما هو قاله بالظبط. هو ده المصطلح، ده عبارة عن تعليمات للعرب التبع، هو ده اللي هيتنفذ، هدنة إنسانية. لكن أنا عايز أأكد أأكد أأكد، مفيش حاجة اسمها إن سلاح حماس يخلص. إزاي؟ محدش يسألني. افترضوا إن أنا راجل بكلم نفسي. مفيش حاجة اسمها مقاومة حماس هتقل. مفيش حاجة اسمها سلاح حماس هيخلص. انتوا لسه لحد دلوقتي، ولا في حد لا دلوقتي ولا بعد دلوقتي هيعرف يجاوبني على سؤالي ازاي حماس عملت الاختراق، ازاي هذه المقاومة الباسلة أعمت كل أجهزة الاتصال والتجسس والتصنت والأقمار الصناعية، سواء على المستوى الصهيوني أو على مستوى المنطقة كلها لديها أقمار صناعية تجسس، بما فيها مصر، بما فيها يعني أقمار صناعية موجهة من قبل تركيا، موجهة من قبل الغرب كله، موجهة من قبل الصين، موجهة من قبل، محدش لسه جاوبني الناس دي عملت الاختراق ده ازاي. لما نبقى نعرف الناس دي قدراتها ايه، حماس دي قدراتها ايه، ها، وازاي عملت اللي عملته، وازاي دخلت المواقع العسكرية دي، وازاي سيطرت في لمح البصر على غلاف غزة كله، واضطرت اليهود يفرغوا المستوطنات. لما نعرف نجاوب على الكلام ده نبقى نقيم حماس. حماس مش هتقف حتى لو كان في هدنة إنسانية،
زي ما بيقولوا الهدنة مدروسة من دلوقتي، ومعروف الهدنة دي هتفيد مين وتضر مين، ولو عاد القتال مرة أخرى، وهيعود القتال مرة أخرى، لازم يعود القتال مرة أخرى، هيعود في كفة حماس اللي حاليا ما بيعلنش وما بيعرضش إن كل الأجهزة الإعلامية العربية دي أجهزة ديوسة عميلة، محدش بيستوفي حماس نجاحها. حماس نفسها ما بتتكلمش بالتفصيل عن نجاحها، لكن حضراتكم لو تعرفوا التكلفة مش على الصهاينة بس، التكلفة على اقتصاد العالم ككل، وعلى هيبة الدول العظمى اللي كانت بتساند هذا الكيان، لو تعرفوا الأثر ده فلوس، الأثر ده ماني، الأثر ده بيزنس. حضراتكم في معايير كتير نتكلم فيها قبل ما نفترض ان خلاص الناس دي محصورين جعانين ما عندهمش حيلة، بيبقوا كل يوم مستشفياتهم بتدمر. قيس انت، لو انت عارف مين اللي بيضرب في حماس وقلت لي ان هم الصهاينة، اقول لك لا، انت ما بتعرفش حاجة. ده في دول عربية طيران بيطلع من قواعد يضرب في حماس. انت ما تعرفش القدرة والقوة اللي بتضرب بيها حماس. لما تعرف ده ابقى معاك قاعدين في معادلة سليمة، اتقبل رأيك وتتقبل رأيي، ارفض رأيك وترفض رأيي. لكن لما انا ما عنديش ولا معلومة عن كل اللي انا قلته ده، حضراتكم مين قال لكم ان مثلا المقاومة قعدت ترتب وتعد؟ مين قال لكم ان هي ما عندهاش آلية تجدد بتواتر مستمر قدراتها العسكرية، ومفيش نقص في عدد او في عدة الذخائر؟ مين اللي قال لحضراتكم ان مفيش الكلام ده؟ مين اللي قال لحضراتكم ان السلاح اللي تم استخدامه هو بس اللي لدى المقاومة؟ الله اعلم. وبرضه ردوا لي على السؤال، ايه الامكانيات؟ لان الموضوع موضوع معلومات، من يمتلك المعلومة يمتلك المعركة. ازاي حصل خرق لمعلومات العدو؟ هل يا ترى حماس تملك شفرة اداء العدو؟ كل الشواهد بتقول حماس تملك شفرة اداء العدو. هل يا ترى حماس راكبه السيستم بتاع العدو؟ كل الشواهد بتقول حماس راكبه سيستم العدو. ما فيش غير كده، ما ينفعش غير كده. طب اذا كانوا ناس عارفين يعملوا ده ويعملوا ده ويعملوا ده، واذا كانوا ناس قدروا يعملوا اللي هم عملوه ده لحد دلوقتي، ما تقولوليش ان الناس عماله تقع بالطيران والاطفال وكلام من ده يا جماعه. يعني المقارنه مش عادله، ولكن ورغم ان المقارنه مش عادله وفي بالطيران والمدفعيه والدبابات اللي هي مش موجوده عند حماس، الا ان المعادله ما زالت عسكريا بلسانهم هم لصالح حماس. طيب خلينا ماشيين بقى كده، خلينا ماشيين هم يستنزفوا واحنا على وضعنا غلابه. سقوط الناس مش دي المعارك اللي بيسقط فيها 10,000 ولا 20,000 ولا 30,000 ولا 50,000 ولا 100,000. دي معركة من المعارك الكبرى. الأرقام دي كلها مش بتاعت المعارك، الأرقام اللي احنا فيها دلوقتي دي لسه بدري، لسه بدري. ولكن أنا بأكد يا لكم دكتور رياض، يا دكتور رياض، دي رجال ربنا. بس أنا بقول انتهت من تسطير التاريخ. حماس انتهت من تسطير التاريخ. حماس ما حدش هيقدر يزور اللي عملته، لانه للاسف يعني مش هيتزور، انه خلاص اتحفر على مستوى العالم كله بوقوف الامم المتحده كلها، عفوا اليونايتد نيشن وقفت كلها عن بكرة ابيها ضد حماس. طب بس يا العالم دكتور رضا، كله. انا عايز اقول لها حاجه في ثانيتين، مش هعرف اتكلم. يا اوفيليا، الحملات والقرف اللي هم باعتينه والغواصه والمش عارف ايه انا باكد على لا تصلح
لإدارة العالم، وإن إحنا كنا مخدوعين وكنا يعني ملتزمين الراحة أو نبتغي الراحة سبيل في حياتنا. ما كانش عندنا استعداد نجرب، زي ما إحنا ما عندناش استعداد نجرب نطلع ضد حكامنا. إحنا قاعدين وخلاص. كذلك العالم هش ليه؟ المصالح، هم امتصوا خلاص دماء الناس، فبالتالي عايزين يتمتعوا بما كسبوا. هم مش في دماغهم حروب ويضيعوا عمرهم، هم عندهم الحياة ليها تمن هم وغالية اوريدي جدا. شبعوا من المتعه وغرقوا فيها، وبقت طبيعتهم مش هي الناس اللي تحارب. فلما نيجي نقارن الإنسان ده بإنسان لسه ما شافش من الدنيا غير كل الأسى والعذاب والتعب، وبيشقى وشقاه بيروح، ما ينفعش المقارنة خالص. طب ما هو لازم اللي بيشقى وتعبه بيروح ده لازم يزقر ويسقر، لابد. فحماس جت قالت، أعلنت أو نفخت في بوق أو زئير الثأر. الدنيا كلها دلوقتي عندها ثأر. الثأر ده ليس من السهل محوه من أذهان 3 أجيال على الأقل، 3 أجيال على الأقل. وعلى العالم أن يستعد. لكن إن شاء الله المقاومة دي مستمرة، ومش كلام شعارات ولا حاجة. هو اللغز في إن إزاي المقاومة دي عملت ده واستمرت الفترة دي كلها. حجم التخريب والتدمير والخسائر اللي موجودة في صفوف العدو، رغم عدم إمكانية هذا الطرف لأي سلاح متقدم على الإطلاق. لا عنده مدفعية، ولا عنده مدرعات، ولا عنده صواريخ بالطريقة اللي هي موجودة عند العدو، ولا عنده طيران، ولا عنده حتى الإمكانيات الخاصة بالتجسس وجمع المعلومة. لو نجح هو على مدار 35 يوم 36 يوم، يبقى أكيد عنده الأكتر بإذن الله، والأكتر بإذن الله، والأكتر بإذن الله. شكرا. إذا حطينا بقى قدامنا يا ترى العرب هيعملوا إيه، والمهرجانات والمؤتمرات، إذا إحنا دخلنا الخط ده اعرفوا إن إحنا بنضيع وقتنا. الخط ده مش هيجي منه حاجة، ولا إحنا عايزين منه حاجة. من الآخر يعني اللي هيجي منه مشكوك فيه. إحنا ما نضمنش اللي جاي منه حتى لو خير. ما شفناش منه خير. فلو النهارده بقى يصب خير انا مش عايزه، لان انا ما اعرفش ايه اللي جوه الخير ده. مستحيل يعني، مستحيل حد يبقى بيصرف على عفوا يعني الفسق بالشكل ده وانتظر منه لقمة حلال. ابقى انا متخلف. انا كده في واضح الكلاب هاوس فيه غرف بتتعمل من ورايا. محمد وعبد الله ليهم حساب الملكين عندي، عشان انا سهرت هنا طول الليل حتى صوتي راح اهو. فالغرف طبعا بتاعت محمد دي هي اللي بتديني اساسا الطاقه ان انا اجي اقدر اجتمع معاك شخصية نورانية جميلة بعيدا عن احمد علي. طالما انت حاجات الاول وطالما احمد ما حاجاتش، انا هعتبر نفسي معاك يا عبد الله. بس نبهوني من فضلكم، عشان انا بقى عندي مشغوليات كتير. نبهوني عشان نبهوني باي جرس باي حاجه. ضروري ان انا ارد عليكم. اذا ما ردتش عليكم افضلوا نبهوني، هكلمك، انا لان انا ما بصدق الاقي هتصل بيك على التليفون وانبهك. خلاص ماشي. ايها الاحباب، ايه ده؟ هو انت بالحجز دلوقتي ولا ايه؟ ايها الاحباب، اقفل يا معلش احمد كفايه المايك، يا احمد. 15 ساعه عندي مركز فيهم يا دوب صلاه الفجر بس. 15 ساعه مش كفايه؟ ايها الاحباب،
لا تنسونا، سنجتمع أنا ودكتور رياض في غرفة هامة جدا في أمسية نورانية جميلة اليوم إن شاء الله. اللي هيحضر يكتب واحد على بأمر الشات. الله عز وجل، بأمر الله عز وجل إن شاء الله يكون شيء يشرح الصدور ويخرجنا من هذه الغمة ويخلينا على الحقيقة ويخرجنا من هذه وفي الغرفة. يا أخي دول أحبابي يا أخي، برضو أحبابي يا أخي. الناس هنا بتيجي تقعد علشان تسمعنا. ربنا يبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور رياض. يا أحمد علي، يا أحمد، يا أحمد يا علي، يا هو أستاذ أحمد. هو قال إنه أنا ما راح أحسن أحكي بعد شوي، ما راح يقدر يتكلم. معقولة أحمد مش هيتكلم؟ هو هيك حكى. طب يا جماعة، احنا النهاردة شفنا حتى الآن على قناة الجزيرة في مجزرة في دار الشفاء. مجزرة أنا ما شفتش في حياتي حد بيموت كده، في حد يموت كده والناس قاعدة تتفرج. يعني بصراحة يعني والله العظيم يعني تعجز الكلمات عن وصف الوضع بتاعنا بصراحة. يعني الأكفان يا جدعان في الأرض زي الرز، مكتوب مجهول وأشلاء، مجهول رقم مش عارف كام وأشلاء إيه.